السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم كده بانيه بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل معانا كل الخلطه بتاعتها في طبق واحد، وزي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعها جميل جدا. وهنعمل معانا رز ويزو كده جميل، التتبيله بتاعته خطيره. اتمنى الوصفه تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وزي ما انتم شايفين معانا الشكل جميل. واول حاجه هنعملها هنجيب معانا صدور الفراخ الكميه اللي انتم حابينها. انا كان عندي صدرين فراخ، انا اللي مقطعهم بالشكل ده كده شرايح رفيعه. عايزين تقطعوا شرايح تخينه مفيش مشكله، بس اهم حاجه الوصفه دي شرايح تكون رفيعه كده وجميله. زي ما انتم شايفين انا بوريكم الشكل عامل ازاي. عايزين تقطعوا شرايح صغيره كده مفيش مشكله. اول حاجه هنجيب معانا طبق غويط كده، ونبدا ننزل معانا بكوبايه من الدقيق. هنحتاج معانا ملح وبابريكا وكركم ونص معلقه من البيكنج باودر وفلفل اسود وتوابل فراخ وتوم بودرة وبصل بودرة، ولو حابين احرر شوية حطوا شطة. وهنبدأ بقى ننزل عليهم بالبضاية كده بالشكل ده. كوباية من المية زي ما انتوا شايفين كده، والكوباية هنحط اللي بقى دي هنحط بقى المية، نحط بقى كل حاجة. ونبدأ نقلب بقى معانا المكونات ده بالشكل ده لما كل حاجة تدوب كده والخليط يتجانس مع بعضيه. وده هيكون التتبيلة للفراخ وجزء من التغطية. وزي ما انتوا شايفين كده هنحط فيها الفراخ بالشكل ده اهو، نرص فيها كل الفراخ اللي احنا عملناها زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ نقلب بقى كل الحاجات دي لما كل حاجة تتجانس مع بعضيها والفراخ تاخد من التتبيلة بالشكل ده كده. وهنغطيها بقى ونسيبها ساعتين كده. لما نعمل بقى تبدأ نعمل الطبقة الخارجية. هنحتاج كوباية من الدقيق وربع كوباية من النشا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنحتاج معانا ربع معلقة من الملح والكركم وربع معلقة فلفل اسود ونص معلقة من البيكنج باودر. ونبدأ بقى نقلب كل الحاجات دي مع بعضيها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان نقلب الحاجات دي كلها مع بعضيها. ونجيب بقى معانا الفراخ بتاعتنا كده بالشكل ده اهو. هنبدأ بقى ناخد الفراخ من التتبيلة بتاعتنا وننزل نحطها في الدقيق. بس امشوا على الحاجات زي ما انا بعمل كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. باخدها من التتبيلة بحطها معانا في الدقيق كده بالشكل ده، ونحطها في الدقيق ونضغط عليها. هنضغط عليها في الدقيق كده بالشكل ده اهو كذا مرة كده رايح جاي. ونبدأ ناخدها على ايدينا كده ونخبطها في ايدينا كده، نفضها كده لما ننزل منها كل الدقيق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل الخطوة دي كذا مرة عشان تطلع معانا في الاخر الشكل الجميل اللي انتوا شفتوه في الاول ده، الشكل المميز ده وجميل اهو. هنبدأ نعملها كده ونكرر معانا الخطوة دي كذا مرة. ونبدأ بقى ننزلها في الزيت. القطعة اللي نعملها ننزلها في الزيت على طول، زيت غزير في الطاسة. ونبدأ ننزل معانا البانيه كده بالشكل ده اهو. نبدأ بقى نكرر الخطوة دي كذا مرة مع كل الكمية اللي موجودة معانا. حبيت بس اوريكم بتتعمل ازاي. نقلبها كده في الدقيق وعلى ايدينا ننفضها كده، نازل منها كل الدقيق بس ننفض بالراحة يعني مش بالجامد اهو. كررت العملية دي كذا مرة. نبدأ بقى ننزلها في الزيت وهي تاني واحدة تالت واحدة اهي. وهي ده شكلها معانا في الزيت وهي بتتقلي اهو زي ما انتوا شايفين. هي ما شاء الله جميلة جدا واللحمة كانت مستوية. هي انا عليت عليها النار وبعد كده هديت حاجة بسيطة اهو. ده شكلها بعد لما طلعت بتقرمش جدا من بره واللحمة في نفس الوقت مستوية جميلة جدا. يا جماعة الوصفة دي جربوها هتعجبكم بإذن الله. ولو عملت الوصفة دي وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انا اكلاتي سهلة وبسيطة اهو. هنبدأ بقى نعمل معانا الرز. معانا 4 معالق من الكاتشب وملح وفلفل اسود ومكعبين مرق الدجاج وبابريكا و3 معالق سكر كده ولا حاجة. نبدأ ننزل كل الحاجات دي مع بعضيها كده بالشكل ده. ومعلقة من الخل ننزلها اهو، ومعلقة من العسل الاسود. لو عندكم عسل نحل حطوا احسن، بس انا ما كانش عندي فحطيت عسل اسود. واقلب بقى كل التتبيله دي كده مع بعضيها اهو. عندكم صوص الباربيكيو مستردة حاجات من دي حطوها. ونبدأ بقى نقلب كده معانا التتبيلة دي كويس لما كل حاجة تدخل مع بعضيها. ومعانا حلة على النار فيها مكعب زبدة كده وتلات اربع معالق من الزيت، وحطيتهم نزلت عليهم بالبصلاية المتقطعة ناعم. ونبدأ بقى نقلب البصلاية دي لما تدبل معانا كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تدبل معانا هنبدأ بقى ننزل عليها بالرز. الرز الكمية اللي انتوا حابينها طبعا. لو انتوا عاملين رز كتير طبعا هتضعفوا الكميات دي. وهنبدأ بقى نقلب بقى الرز مع البصل ده كويس جدا. اهم حاجة نفضل نقلب فيه كويس كده لما يدخل في مرحلة التحمير بس على خفيف كده عشان يكون الرز معانا مفلفل
زي ما انتوا شايفين هنبدأ ننزل معانا بجزء من الخلطة دي، ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضيها كده اهو. ولسه هننزل عليهم بالتوابل، كركم طبعا عشان يدي معانا لون اصفر، وملح، ونقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، وننزل عليهم بقى بالميه. الميه طبعا ما اقدرش اقول لكم ايه عشان هي حسب كميه الرز اللي انتوا عاملينها، بس اهم حاجه الميه ما تكونش معانا كتير زي ما انتوا شايفين كده، عشان الرز يطلع معانا مفلفل. نغطي عليها اول ما تبدا تفور كده شويه نبدا نهدي. وده شكلها بقى مع البانيه بتاعنا جميل جدا يا جماعه. الوصفه دي جربوها هتعجبكم باذن الله. واذا عجبتكم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ما شاء الله البانيه مقرمش جدا وجميل، واللحمه جوه طريه كده ومستويه، والرز معانا مفلفل كده. وزي ما انتوا شايفين شكل البانيه جميل جدا. اتمنى الوصفه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.